انطلق إلى حدود نشاطها الثاني بمركب حسن الثاني بمناسبة المقابلة التي سيجريها المغرب فريقنا المغربي مع كندا. الحمد لله سنفوز بهذه المقابلة، ونحن هنا نتواجد بدار الطفل ولفائدة هؤلاء الأطفال نقوم بهذا النشاط ونشاركهم الأمل. وهم يقاسمون فرحة المغرب بهذا الفوز العظيم. إذن كانت هذه أجواء الفرحة العارمة التي تحدث عن حالة التي يعيشها المغاربة في هذه الأجواء، وخصوصا بدار الطفل، حيث نسي كل المرضى وكل المشاركين جميع الآلام وجميع الأحزان من أجل أن يشاركوا هذه الفرحة العظيمة، فرحة انتصار الآن الفريق المغربي، انتصار مستحق لأسود الأطلس. وهكذا سنستمع إلى أحد قيومي العمل الجمعوي السيد الدناسي. كيف تشعر بهذا الهدف الذي حققه المغاربة الآن؟ هذا الشعور الوطني المغربي النضالي، لأن المغرب دائما رايته مرفوعة، دائما شعاره الله الوطن الغني. وبما أن لاعبي المنتخب شرفونا وعطونا إصابة في الدقائق الأولى فهذا دليل على أن المغاربة مناضلون وغيورون، وكلهم يعني فوز وانتصار ومزيدا من التقدم. وكذلك نشكر السلطة الرابعة السي عبد الرزاق الفلق الفنان صاحب الصوت الرخيم، صاحب الإلقاء الشعري الذي نستفيد منه الكثير. ونشكر جميع هذه الحشود بما فيه الأمهات والآباء، بما فيه الشركاء، بما فيه الذين سهروا على هذا العمل النبيل، أن نتمنى لهم التوفيق والنجاح. وكذلك الأطفال نتمنى من الله الشفاء العاجل لكل مريض كيفما كان لونه وشكله. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيبسيسو كذلك تبارك الله عليك. سيسو كذلك كيف تشعر والآن قد اهتزت شباك كندا بالهدف الأول من طرف المغاربة؟ والله هذا إحساس متوقع جدا، لأن عرفنا بأن المنتخب المغربي غادي يفرحنا اليوم، غادي يفوز المنتخب على ما أظن 3-0. نعم. 3-0. احنا جد سعداء بدعوة من جمعية انطلاقة هذه المبادرة ديال الأطفال المرضى والمستشفى حسن الثاني في مدينة الفاش. وكنا جينا بين دعوة باش نشاركوا معاهم إسعاد الأطفال وتتفرجوا على مقابلة سي عبد الرزاق الفلق. إذا النساء كذلك في هذه المرحلة، هنالك أناس جمعويين حضروا إلى هذه المقابلة داخل المركب الاستشفائي الحسن الثاني من أجل دعم المنتخب الوطني. كيف تشعرين والمنتخب قد حقق الهدف الأول؟ أشعر بالفخر، كنتمنى